السلام عليكم، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من حلقات مطبخ اسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهارده بقى فخده ضاني مع كبده ضاني ورز بسمتي بالمكسرات كده بالشكل الجميل الرائع ده. حضرت معايا بقى فخده ضاني كده، فتحت فيها فتحات عشان فيها توم وحبهان وقرنفل تضيع ريحه الزفاره. وحضرت بقى معايا التوابل بتاعتي: فلفل اسمر وسماق وروزماري وكاري وكركم وزنجبيل وقرفه وطبيعي والثوم وحبهان وقرنفل وزيت زيتون ودبس رمان وصويا صوص وعسل جبته في الاخر. هبدا بقى الفتحات اللي انا فاتحاها في اللحمه الضاني كده فيها واحده من الثوم، واحده من الحبهان، واحده من القرنفل. الحبهان والقرنفل ده اختياري، لو حابين تحطوه مش حابين عادي. اهم حاجه احنا هنعمل الثوم، هنحط الثوم في الفتحات دوت لو احنا هنشوي بعد 3 4 ساعات 5 ساعات بالكتير، لكن ما نبيتهاش في الثوم. الريحه بتبقى قويه قوي فما بتبقاش حلوه بصراحه. الثوم بيدي طعم رائع مع اللحمه الضاني وبيشد ريحه الزفاره خالص، بيخلي ريحتها جميله. طبعا اللحمه الضاني ديت بتحتوي على نسبه عاليه جدا من الحديد، عشان كده هي مفيده جدا في رفع الهيموجلوبين في الدم. كمان مفيده في الحفاظ على صحه الاعصاب والعضلات، لانها بتحتوي على نسبه عاليه من فيتامين بي 12 والزنك. كل الفتحات بقى حطيت فيها كده بالشكل دوت كده. طبعا انا برضو عشان ما تبقاش فيها دهون كتير اللحمه الضاني، انا بخلي الجزار يقشر لي الدهون اللي عليها، بخلي دهون بسيطه خالص تسوي اللحمه الضاني، لكن ما بجيبهاش بالدهون كتير قوي. انا عايزه اكل اكل صحي ومفيد، وفي نفس الوقت يبقى طعمه جميل ورائع، ما يبقاش دسم ولا سمين ولا كده. طبعا المكون السري في التتبيله بتاعتي اللي انا احطها على اللحمه الضاني العسل. العسل بيعمل معادله كده للتتبيله، واللي انا هحطها على اللحمه الضاني بيخليها رائعه. هحط كل التوابل بتاعتي، انا نسيت الكاري والكركم هحطهم في الاخر، الروزماري بقى والفلفل الاسمر والقرفه والزنجبيل والسماق، كله على بعضه. هحط الصويا صوص ودبس الرمان كده على بعض كده بالشكل دوت. وهحط زيت الزيتون فنجان، مش كتير برضو، انا مش عايزه زيوت كتير كده. واحط كوبايتين من الزبادي، بتخلي اللحمه الضاني بتبقى طريه جدا بالشكل ده. وهحط بقى معلقتين العسل، دول طبعا بيخلوا تتبيله الضاني في حته تانية خالص، ريحه خطيره زي البطاطا وطعم جميل جدا. هقلب الحاجات دي كلها على بعض كده لحد ما تمتزج ببعض جامد كده بالشكل دوت كده. وهبدأ بقى اتبل الفخده معايا. طبعا انا فاتحه فتحات، التتبيله هتدخل بقى في الفتحات دي كلها. لو في السرنجه بتاعه التتبيله هحط بيها، مفيش خلاص عادي هستعمل ايدي. اعمل مساج بقى على قد ما اقدر، لازم ادلع كده اللحمه الضاني عشان تديلي طعم وريحه جميله بالشكل ده كده. لو حاجه طلعت من الفتحات هبدأ ادخلها تاني كده بالشكل ده كده. طبعا انا حاطه معلقتين ملح، بس معلقتين مش كبار قوي، عشان انا عايزه اللحمه بتاعتي حطاهم على التتبيله. انا مش عايزه اللحمه بتاعتي تبقى مملحه، انا عايزاها مسكره، لان هاكلها بالعسل النحل كمان، فهتبقى هي اللحمه نفسها مسكره ومش مالحه قوي وطعمها جميل ورائع كده. طبعا المساج كده بالشكل دوت، واعملي في الرجلين واعملي في كل حته في الفخده كده. غلفتها بقى واحطها في التلاجة 4 ساعات 5 ساعات على حسب وقتي بقى. وباقي التتبيله هعينه بقى عشان هتبل بيه الخضار، الكوسه والجزر والبطاطس اللي انا هعملهم فرشه تحت الضاني. هشيل بقى الضاني اهوت الاسترتش من عليه. هحط بقى الكاري والكركم على باقي التتبيله اللي انا عيناه. هاخد برده معلقتين كده منها واعمل كمان مساج برده وادلعها كمان مره، مفيش مشكله، احنا قريب بقى، هي عزومه سهله وبسيطه. وباقي التتبيله هحطها على الخضار واقلبها كويس كده واتبل الخضار بيها. جبت بقى ورق فويل وحطيت ورق زبده عليه، دهنته بالزيت الزيتون. وتحط بقى الكوسه بتاعتي اللي بتحافظ على القلب ومستويات السكر في الدم، والجزر الغني بفيتامين اي بيحافظ على العين، والبطاطس غنيه بالبوتاسيوم والبروتين والمغنيسيوم. واحط عليهم اللحمه كده وشويه زيت صغيرين خالص زيتون على الوش عشان الورق الزبده ما يلزقش كويس كده زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى كمان اقفل بالفويل، كمان لازم اقفل كويس او ما يبقاش فيه اي حاجه باينه خالص ولا اي هوا داخل ولا حاجه تطلع. هبدا احطها في الفرن بقى كده على نار عاليه. انا عندي النار بتاعتي مش شديده لانه غدا عادي. هولع الشوايه من فوق ومن تحت. هعمل بقى الكبه بتاعتي. حضرت فلفل شطه وفلفل اخضر وكمون وكزبره مع الثوم، ضربتهم في الخلاط وحطيت عليهم نص فنجان من الخل ونص فنجان من الليمون. وهبدا بقى الطشه بتاعتي، هعمل طشه كده، هاخد معلقه كده في زيت وسمنه سخنين كويس، هغير اللون كده يصفر شويه، وهبدا اشوح بقى الكبده الضاني في الطشه دي كده عشان اشيل ريحه الزفاره بتاعت الكبده الضاني لحد ما اللون الكبده يتغير كده. وانا مقطعه بقى فلفل شرايح رفيعه، هقلبه كده قلبتين بس لون الفلفل يتغير حاجه بسيطه
كده بالشكل دوت. هحط بقيه التتبيله بتاعتي بقى في الاخر، دي ريحه وطعم جميل. انا عملت الكبده اسكندراني عشان احطها جنب الرز كده، يبقى رمضاني مع الكبده الاسكندراني جميله. طبعا الكبده ديت بتقوي الذاكره وبتعمل وتدفق الدم المخ، وبتحافظ على صحه العظام والاسنان، جميله خطيره. بقى اعمل الرز البسمتي بتاعي، حضرت بقى شويه زيت كده خليتهم يسخنوا، وحطيت التوابل بتاعه الرز البسمتي كلها شوحتها عشان تدي ريحه جميله، ورق اللورا والقرنفل والحبهان والكاري والكركم، شويه فلفل اسمر طبعا، واشوح الرز البسمتي فيه كده. الرز البسمتي دوت بيحتوي على الياف غذائيه بتساهم في تقليل خطر الاصابه بالسكر والحد من الامساك ومشكلات الجهاز الهضمي، طبعا جميل كمان للناس اللي هي عايزه تخسس. هحط بقى الميه سخنه كده واسيبه لحد ما، واحط عليه الملح برضو واسيبه كده لحد ما الميه الرز يشربها خالص. هبدا بقى الونه، جبت شويه من الزيت كده في فنجان صغير، احط عليهم كاري وكركم عشان ادي اللون الاصفر كده بالشكل دوت، واعمل خطين كده من الكاري والكركم بالشكل ده. ومعايا الوان طعام لون احمر ولون ازرق، هبدا اعمل خط من الاحمر وخط من الازرق عشان لما الرز بتاعي يستوي خالص بقى، بعد ما اوطي عليه ويستوي، اقلب الرز في بعضه ويطلع لي بقى لون احمر ولون ازرق ولون اصفر ولون ابيض. بيبقى لون الرز كده مبهج وجميل، في العزايم بيبقى شيك قوي بصراحه، والاطفال بيحبوه خالص بالشكل ده. خلصت بقى واللحمه الضاني بتاعتي استوت، حطيت طبقه من الرز بقى الملون بتاعي، وحطيت الخضار بتاعي فوق الرز وعليه الكبده، وفيها اللحمه الضاني بتاعتي. شايفين الله خطيره مستويه خالص، وانا رشيت عليها عسل طبعا، وباكلها بالعسل بتبقى مسكره وجميله قوي. بتشيلي اللحمه كده بالشوكه تحطها في العسل وتاكلي، او تحطيها على الوش. ده شكل الوصفه بتاعتنا بقى في الاخر. لو عجبتكم ما تنسوش تدعموا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على خير في وصفه جديده مفيده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.